عشنا في لقاءنا الذي مضى مع مرور الأيام
وغفلته عنها، وبين صحته التي بين جنبيه، فلا يعقل عاقل أن يمر عليه عاما أو ينقص من عمره يوما ثم يقول لأخيه كل عام وأنت بخير. على ماذا؟ على سنة ويوم نقص من أجله تهنئه على أنه يقترب من القبر رويدا، تهنئه على القرب من انتهاء أجله. على ماذا تهنئه؟ لذلك سيدنا الفضل بن عياض رأى رجلا كبيرا في السن فقال له، نادى عليه قال له كم عمره؟ قال له 60 عاما. قال 60 عاما يوشك أن تصل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل أتعرف معناها؟ قال نعم، أني إلى الله عبد وأني إليه راجع. قال إذا علمت أنك لله عبد وأنك إلى الله راجع فاعلم أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول فاعلم أنك موقوف بين يدي الله، فلتعد للسؤال جوابا. فاعلم أنك بين يدي الله مسؤول عن عمرك، عن أيامك، عن نفسك الذي يخرج منك. يعد عليك رويدا ينقص من عمرك. النفس الذي يخرج ينقص من عمرك، نفس تلو نفس، دقائق، ساعات، أيام تمر عليك ولا تحس بها. فاعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من انقضاء الأيام وعدم الاعتماد بها. اغتنم 5 قبل 5. هكذا علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حياتك قبل موتك، اغتنم حياتك قبل موتك. وفي تفسير الحديث أنك تعد لموتك قبل انتهاء الحياة، تترك لنفسك شيئا يحييك بعد موتك، كصدقة جارية أو علم تنتفع به، أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو لك تبني حياتك. سيدنا علي كرم الله وجهه كان يخاف ويحزن من 2: طول العمر واتباع الهوى. فيسألونه أصحابه لما؟ قال لأن طول العمر واتباع الهوى، طول العمر يجعلك تتأمل في الدنيا ينسيك الآخرة، واتباع الهوى يصدك على الحق. طول العمر يجعلك تتأمل في الدنيا وكأنك لن تموت، وكأنك لن ترجع إلى الله، وكأنك ينسيك أن لك ميعاد في أي لحظة سيأتي، فينسيك هذه اللحظة لا تعتبر بها، فتعيش غافلا في الدنيا عن لحظة اللقاء مع ربك تبارك وتعالى. فلو أعددت لها استقبلتها بإطمئنان وبراحة وبفرحة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فلا يهمك الموت، لأن نفسك تبقى مطمئنة أنك عملت عملا يرضي ربك قبل أن ترضي الناس، فتجعل نفسك مطمئنة بذكره، بكلامه، باتباع أوامره واجتناب نواهيه. اغتنم 5 قبل 5. حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، قبل أن تشغلك الدنيا كما قلنا في الجمعة الماضية، تشغلك بما فيها من عمل وملذات وشهوات.
المصطفى صلى الله عليه وسلم صحتك قبل مرضك الذي ينزل به البلاء. قال المصطفى في بشرة له إن المرض لا يزال يبرح العبد حتى يخرج من الدنيا ليس على ظهره شيء، ده إذا صبر واحتسب ذلك لله. قال الحمد لله يا رب الذي بليتني بهذا البلاء، أشكرك على نعمتك على ما تبقى من صحة. يشكر الله على البلاء الذي نزل به، لذلك يعوضه الله بمحو خطاياه كأنه ذهب إلى بيت الله الحرام، بصحيح قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا يخاف المؤمن من المرض أبدا، فإنه بلاء، ابتلاء ابتلي به الأنبياء، ابتلي به خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما نزلت به الحمى صلى الله عليه وسلم، وكان يضع على رأسه قرب من الماء وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ابتلي سيدنا أيوب، ابتلي أنبياء كثر، فهو ليس انتقام أبدا، بل إنه غفران للمؤمن وعقاب للظالمين. اغتنم صحتك قبل مرضك، في صحتك تستطيع أن تعمل أعمالا صالحة لا يقدر عليها القليل، فلذلك اغتنمها في اليوم قبل أمسك، قبل غدك، قبل أن يأتي يوم لا تستطيع أن تقوم بأعمال صالحة تجمعها بين يديك تحملها إلى الله تبارك وتعالى تكون في ميزان حسناتك. وشرحنا ذلك كمثل قيام الليل، كمثل السنن المنسية كثيرة، أعمال صالحة كثيرة. اغتنم حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، شبابك قبل يومك في مرحلة الشباب الذي لهته الدنيا اتباع المباريات كما حدث بالأمس. المرء يتعلق قلبه بالمباراة وينسى التعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. كما تتعلق بمباراة علق قلبك مثل ذلك بكتابه، أن تتأثر وتسمع وتنتبه لكتاب الله. اسمع الماتش لما انت عايز، لكن مثل ما تتعصب ويحرق دمك وتحزن وتزعل على فريق هزم أو غير ذلك، فاحزن على إخوانك المسلمين الذين يقتلون. استشعر لأنك ستسأل حتى ولو بالدعاء أن تدعو لهم. لكن كثير من الناس لا يبالي، قد يتعلق قلبه بالمباراة في الصلاة، معلق قلبه بها وهو واقف جسد بين يدي الله لا يبالي، يتمنى لو انتهت الصلاة ساعة ونصف معلق قلبه بالمباراة، و5 دقائق أو 10 دقائق بين يدي الله ثقيلة عليه. يسلم الإيمان وقرأه سريعا إلى معين، هتنتهي الدنيا مش هتاخد حاجة في الساعة ونص، حرق دم، غضب، زعل، قد يرتفع عليك الضغط. فليعقل العاقلون، ماذا ستجني من هذا؟ ماذا الذي جنيته؟ أعطوك كم؟ ما الذي حصلت عليه؟ لا شيء. لكن لو ذلك مع كتاب الله هتحصل أجر عظيم، الحرف بحسب وحسب 10 في وقت بسيط بملايين المباريات. لكن أنا أقول لك لا تسمع، لكن كما تفعل ذلك تطبقه على سنة رسول الله وكتابه. تعصب بالحب لكتاب الله، بالحنين لكلام الله تبارك وتعالى، بالشوق إلى العبادة، كما تشتاق إلى الدنيا وملذاتها طبق ذلك على عبادتك. وإن وصلت لا تقول إلى هذا ولا إلى ذاك، على أقل القليل، أقل شيء إنك تكون متوازن. ولا ينفع التوازن لأن ربنا حذر في كده، إن
والفائز من نحى ذلك جانبا وجعل كلام الله نصب عينه. لذلك لابد أن تجعل نصب عينيك أن الدنيا فانية، وأن كل يوم يعدي عليك يمر عليك لا يعود إلى يوم القيامة. سيدنا عبد الله بن مسعود قال: ما ندمت على شيء كندمي على يوم نقص من عمري ولم أغتنم فيه من عمل. سيدنا الحسن البصري قال: لولا ثلاث ما أحببت الدنيا، لولا ثلاث ما أحببت الدنيا: الظمأ إلى الله في الهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينطقون أطايب الكلام. يحب يصوم في يوم حر يخليه مشتاق لربنا سبحانه وتعالى، يحس بالفقير، يجعل نفسه تشتاق إلى رضا الله تبارك وتعالى، يسجد لله، على الأقل يصلي ركعتين، يسجد لله في جوف الليل، يتلو ولو آيات يتأثر بها في جوف الليل، ثم ينتقي أطايب الكلام. ناس صالحين يجلس يسمع منهم ذكر الله، يسمع منهم كلام طيب، لا يجلس مع النمامين، لا يجلس مع المغتابين، لا يجلس مع أهل سوء، لأن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبلغ عن ربه سبحانه وتعالى كما أنزل عليه كتابه جل في علاه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. وناس ظلموا أنفسهم، لعبت بهم الدنيا، غرتهم الدنيا، لا هم لهم إلا التكلم في أعراض الناس، إلا السب، إلا القذف. حذرنا ربنا تبارك وتعالى: فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا بد أن تغتنم أيام حياتك وساعات أيامك بالذكر، بالدعاء، بالاستغفار، بالتوبة. توب إلى الله واستغفره في اليوم كما كان يفعل المصطفى أكثر من 100 مرة، يستغفر الله ويسبح ويتوب إليه. فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. توبوا إلى الله واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والحبيب المختار، ما تعاقب الليل والنهار. نعم عباد الله، إن الحياة ثانية، ولا ينفعك إلا عملك الصالح، ولا ينفعك إلا ما حصلت عليه من الطاعات بين يديك ترضي بها ربك، تخلص بها لله تبارك وتعالى. لذلك القصة ذكرت في الأثر أن رجلا كان صيادا يصطاد ما رزقه الله، فصار يصطاد سمكة تكفيه في بين يوم ويومين، حتى إذا انتهت ذهب إلى الشاطئ واصطاد غيرها. ففي يوم من الأيام اصطاد سمكة كبيرة وأعطاها لزوجته تنظفها، وهي تنظفها وجدت في قلبها لؤلؤة، فتعجبت: ما هذا؟ لؤلؤة في بطن السمكة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لكن لؤلؤة في بطن سمكة. أخرجت اللؤلؤة ونادت على زوجها: وجدت هذا في بطن السمكة. فقال: اعطيها ننظفيها ولنذهب فلنقتات بها شيئا، لعلنا نأكل شيئا غير السمك. وأخذ اللؤلؤة ليبيعها، وكان بجوار بيته رجل يتاجر في اللؤلؤ، فذهب إليه فقال له: تشتري هذا؟ فقال له: هذا الشيء إنه ثمين غالي الثمن، وأنا لا أستطيع أن أشتريه منك، لو بعت بيتي ودكاني لن أستطيع أن أوفيك حقها، ولكن اذهب إلى شيخ الباع
تشتري هذا؟ قال والله إنك الذي تملكه شيء غالي ثمين ولا أستطيع أن أقدر على ثمنه، ولكن أدلك على من يشتريها مني. اذهب إلى المدينة يشتريها منك الوالي فلان، والي المدينة. ذهب باللؤلؤة إلى الوالي، وقف على باب القصر حتى يؤذن له بالدخول، وكان هذا الوالي يحب اللآلئ يشتريها، فوقف على الباب حتى أذن له بالدخول، فعرض عليه اللؤلؤة فقال والله إنك ما تملكه هو الذي أبحث عنه، ولكن ثمنها لا أستطيع أن أوفيك حقها. إذا أردت حقها فادخل إلى خزائني وخذ ما شئت منه، وأعطيك 6 ساعات تأخذ ما شئت من الخزائن. فقال يا مولاي 6 ساعات كبيرة على صياد مثلي، 6 ساعات كثيرة. قال بل 6 ساعات. فدخل إلى الخزائن فإذا بها شيء مهول، غرف كبيرة مقسمة إلى 3، غرفة منها مليئة بالجوهر والذهب، وغرفة مليئة بالفرش وثير، فرش غالي حرير وديباج وشيء يفوق النظر، وقسم مليء بأشهى الأطعمة. فدخل وهو يحدث نفسه 6 ساعات كبيرة على صيد المسلم في حال هذا. فقال حدث نفسه بما أبدأ؟ قال سأبدأ بالطعام حتى أتقوى ويكون عندي طاقة حتى أستطيع أن أحمل من الذهب والجواهر. دخل فجلس ساعتين في القسم الذي فيه الطعام وأشهى المأكولات، أكل حتى شبع، فحدث نفسه وقال لك سأذهب أحب لك في الذهب والجواهر، وهو يذهب إلى القسم الأول. عبر على القسم الذي فيه فرش وثير بهاه المنظر، فقال أما أنا أكون أحمقا إذا تركت هذا الفرش الوثير فسأمل منها؟ أي غباء هذا يجعلني أترك مثل هذا الفرش، أرتاح شوية أنام شوية حتى أستطيع أن أحمل بعدما أكلت وشربت. فمد نفسه فنام في الفرش الوثير، فبعد برهة من الزمن إذا بالحارس ينقذه: قم أيها الصياد الأحمر، قم اخرج إلى الخارج لقد انتهت المهلة. الرجل كان أن يجن: ماذا أخرج؟ لم أستطيع أن أستزيد من الذهب. قال أخرج لقد أعطيت 5 ساعات، إنك أحمق غبي، إنك كنت تستطيع أن تحمل من الذهب والجواهر ما يأتي لك بأحسن الفرش وأشهى الطعام، لكنك غبي أحمق تفكر في المحيط الذي تعيش فيه. فألقوه خارج الخزائن، خارج القصر. القصة انتهت، لكن العبرة لم تنتهي بعد، عشان تعرف حقيقة الدنيا وحقيقة عمرك الذي أعطاه الله لك بين يديك. أما الجوهر الكنز الثمين هي روحك وعمرك الذي أعطاه الله لك بين يديك، هي دي الجوهر، هو ذي الثمن الذي لا يقدر. أما الطعام والشراب فهي متاع الدنيا وشهواتها ولذاتها. أما الفرش الوسيلة هي الغفلة، نام في غفلته واشتهى ما أسر الله من الدنيا. الخزائن وهي الدنيا بما فيها من شهوات وملذات. أما عن الجواهر، أما عن الذهب هي الأعمال الصالحة التي غفل الكثير عنها، لم يجمرها ولم يتحصل عليها. فكر في شهواته، فكر في ملذاته، فكر كيف يأتي من
إلا في اللحظة الأخيرة، حتى نسأل الله